فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم. وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى، ثانيه في الفضل بلا ارتياب، الصادع الناطق بالصواب. أعني به الشهماء أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنك على الكفار، وموسع الفتوح في الأمصار. ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياء بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن. بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان، والربيع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العالي، مبيد كل خارجي مارق، وكل خب رافضي فاسق، من كان للرسول في مكان، هارون من موسى بلا نكران. لفي نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلم، فالستة المكملون العشرة، وسائر الصحب الكرام البررة، وأهل بيت المصطفى الأطهار، وتابعوه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان، في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار، ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب، وخطوهم يغفره الوهاب.